السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا. للأسف بيحصل في اليمن. البنوك اليمنية بشكل عام، أيا كانت هذه البنوك، احنا بنتكلم عن البنوك اللي عادها بتشتغل، يعني ما بنتكلمش عن البنوك المفلسة. طيب البنوك اليمنية هذه يعني ليش هنا كاقتراح كبنوك ما تعملوا تفتحوا شركات بريطانية أو أمريكية، تمام؟ والشركات هذه بناء عليها تفتحوا بوابة دفع خاصة باليمنيين. أنتم عارفين أن بوابة الدفع هذه بتفتح بيوت كثيرة لليمنيين أنهم يشتغلوا ويفتحوا متاجر عبر الإنترنت، ولا لا؟ يعني الآن أصبح وضع الشاب اليمني والشابة اليمنية بيتخرجوا بيقعدوا عشرات السنوات بدون شغل، بيضطر إما أنه يطلع يشحت، إما أنه لو ربنا سهل عليه وفي حد يساعده يبدأ يعمل له مهنة بسيطة أو مشروع بسيط، تمام؟ ويا يشتغل يا أما ما يشتغلش. أنتوا عارفين أن القدرة الشرائية في اليمن تعبانة وضعيفة جدا، يا أما أنه ينحرف ويروح يعني في سكة الإجرام والمخدرات والخمر وما إلى ذلك، تمام؟ فليش ما في مسؤول مثلا عنده شوية ذمة أو ضمير انه يسهل للشباب هذول يشتغلوا، يفتحوا متاجر الكترونية، يبيعوا لليمن او يبيعوا للخليج، هم احرار يا اخي. المهم في كل الاحوال انتم مستفيدين. يعني انت بتفتح شركة بريطانية، احنا قبل كذا حطينا فيديو لعمل شركة بريطانية، تمام؟ او يا اخي اعملها انت عبر طريقك، يعني عبر طريقتك الخاصة، حتى لو عبر يعني حساب فردي، مثلا انه شخص او مدير عام البنك او شيء، اي بنك من البنوك اليمنية يعمل الميزات هذه انه يفتح بوابات دفع. اصبح الادارات اليمنية قديمة العقلية. الان المجتمع بيتطور، الناس كلهم اصبحوا يفتحوا متاجر في العالم ويبيعوا بمئات الالاف من الدولارات. اليمني محاصر من كل مكان، ما يقدرش يفتح المتاجر هذه لأن بوابة الدفع طبعا محظورة عن اليمن. ولكن الطريقة الوحيدة والحل الوحيد لليمنيين أنه يتم افتتاح شركة أمريكية أو بريطانية. الأمريكية غالية بعض الشيء ومكالف، يعني وتكالفها مبالغ فيها، تمام؟ الشركات البريطانية يوجد شركات حتى أنه اللي هي محدودة لا تأخذ هذه الضرائب، أيضا يوجد شركات أمريكية لا تأخذ هذه الضرائب، تمام؟ وطبعا أنت تبعا للحساب الخاص فيك أنت حتفتح حساب بنكي خاص في هذه الدولة يأخذ ضرائب لهذه الدولة. طيب موضوع انه انت يعني هم يريدوا منك اقرار ضريبي، هذه بسيطة، هذه بتدخلوا على سوق فايفر او اي سوق اب وورك مثلا، هؤلاء الاسواق الالكترونية الذي فيها الفريلانسر العمل الحر، تمام؟ بتحصلوا محاسبين بريطانيين كثير بأسعار زهيدة ممكن انه تتعامل معاه. يعني ايش المشكلة عندكم؟ الآن اليمني ما عادش قادر انه مثلا يدفع 300 و500 دولار ويتحمل التكاليف الباهظة، ويتحمل تكاليف إضافية انه يجيب محاسب بريطاني او امريكي عشان يعمل له الإقرار الضريبي بصورة يعني دورية. فليش انتم ما تلتفتوا للشباب هذولا اللي بيتخرجوا بيرتموا للشارع؟ يعني والله اصبحت احزن لما اشوف يعني حد بينشر في الفيسبوك او في اي مكان انه والله انا تخرجت وهو فرحان، يعني بهذيك الفرحة مفكر نفسه حيكسر الدنيا، زي ما كثير من الشباب كانوا كذا وفي الاخير انصدم بالواقع السيء. لماذا لا تفعلوا يا بنوك اليمن بوابات دفع خاصة زيكم زي بنوك العالم؟ راح تقول لي احنا تحت البند التاسع والسابع والثامن والمش عارف ايش، هذا كله كلام فاضي. انتم كبنوك كبرى بامكانكم تفتحوا لكم حسابات بنكية شخصية، مش حقول باسم البنك، لانه في حال انك فتحت باسم بنك ربما تخضع الى العقوبات، ولكن أنت حتفتح باسم المدير العام الخاص فيك أو أي شخص
ثقة في البنك هذا وعليه ضمانات وعليه كل شيء. تمام. وطبعا أنتم بتاخذوا الضرائب، يعني من كل شاب يمني بيفتح متجر عندكم وبيعمل حساب في بنككم بتفتحوا يعني بتعملوا الحسابات هذه بتضيفوها، بتحطوا حتى فائدة لكم أنتم بسيطة، أسعار زهيدة. يعني لو أخذت دولار من كل شاب يمني أنتم يعني بتربحوا أرباح مهولة. تمام. فأنا مش فاهمة إيش الوضع بالنسبة لليمنيين. يعني المشكلة إنه هناك أصحاب منصات أصبحوا يفتحوا يعني شركات بريطانية ويجي يستغل الوضع. انت بتتعامل معه خلف شاشة، انت مش عارف الشخص هذا ممكن في اي وقت يتسكر موقعه، يقول لك مع السلامة باي باي، ينصب عليك. وبياخذوا من الناس 20% عمولة. تخيل، يعني انت هتضيف على البضاعة حقك 20% وتضيف عليها ضرائب لبريطانيا وتضيف عليها سعر الشحن وتضيف عليها كمان سعر الشخص او المحاسب الاكاونت اللي هو البريطاني الذي يفعل لك الاقرارات الضريبية. يعني هتكون بضاعتك غالية جدا في النهاية، انت ما تستطيعش تبيع لان غيرك بينافس في الاسواق العالمية. تمام. فليش ما يعني تعملوا التفكير هذا او الفكرة هذه كبنوك؟ يعني انا احد البنوك اقترحت عليهم وما عملوا اي شيء في اي شيء. يعني مش فاهمة ايش قصتكم، ايش مشكلة اداراتكم انتم؟ يعني اعملها يا أخي كميزات للبنك الخاص فيك كشغلك، يعني تتميز عن بقية البنوك. كل الناس بيجوا يفتحوا عندك حسابات. بس يعني انه الشباب هكذا اصبح البطالة منتشرة، يتخرج للشارع للشارع للشارع. يعني اتقوا الله، لا فين بيروحوا الشباب، لا فين بيروحوا البنات. مطلوب منه انه يصرف على عائلة، مطلوب منه انه يتزوج، مطلوب منه انه يخلف زيه زي انسان طبيعي، مطلوب منه ياكل ويشرب ويلبس بشكل محترم. فليش ما تساهموا وما تساعدوا في الاقتصاد اليمني انه ينتعش؟ ليش ما تساهموا انه الشباب وكثير من البيوت يعني حتشتغل في هذا المجال وينتعشوا ويعيشوا مثلهم مثل بقية خلق الله، بعيد عن عقوبات وكلام فاضي. أنا حابة هذا الفيديو إنه يوصل فقط للناس المسؤولين أو أصحاب البنوك أو ما إلى ذلك، إنه لماذا لا تفعلوا هذه الفكرة اللي يعني هو ممكن أي واحد يمني يعملها، ولكن تحتاج يعني رأس مال ضخم. مش أي شاب أو شابة يمنية مبتدئ حياته يستطيع عليه، يعني يقدر عليه. يعني أقل شيء تعمل لك يعني $1000 في جيبك أو أقل بشوية، إنه أنت علشان تبدأ تفتح حساب بنكي. ومطلوب منك دوريا إنك تفتح يعني حسابات، خلينا نقول إنه تعمل لهم إقرار ضريبي. وطبعا الشركات الأمريكية مش بسهولة إنك تفتح شركة أمريكية خلينا نقول ما فيش فيها ضرائب أو شيء زي كذا. هنا المشكلة. فاللي حابين إنه يفتحوا لأنفسهم أنا بحط لكم رابط البنك هذا اللي تفتحوا عبره. تمام. إذا حابين تفتحوا عبر البنك. طبعا بالنسبة للمحاسب اللي حيعمل لكم الضرائب وما إلى ذلك، ممكن تدخلوا على موقع فايفر أو أبورك تبحثوا عن محاسب بريطاني خاص بالإقرارات الضريبية وتتعاملوا مع أي شخص يعني تشوفوا أنه أسعاره مناسبة لكم. هذه الفكرة بكل بساطة أتمنى أنها توصل للجميع وأنه توصلوها لأصحاب البنوك ولموظفين البنوك.